السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفاتي. ان شاء الله تكونوا قاع بخير وصحتكم لاباس. وصفتنا لنهار اليوم اللي هي حلوة الطابع ولا حلوة الطورنو كما يسموها بعض الولايات، حلوة الطابع، حلوة المشقق، حلوة الطورنو، المهم كل ولاية كيف تسميها. بسم الله، نبداو على بركة الله بوصفتنا لنهار اليوم. بدون إطالة نفوتوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. وهنا في ريسيبي راح نجيبو كيما نعرفوا حلوة الطابع دائما تبدا بالكيل. راح نبداو بزوج حبات تاع البيض. شوفوا لهنا جبت هذا الكاس راح نحط فيه زوج حبات تاع البيض. اذا كانوا كبار راح يجيكم كيله كامله، اذا كانوا شويه متوسطين تجيكم كاس الا ربع كيما درت انا. راح نحط هذاك البيض تاعي، نحط له كاس الا ربع نتاع السكر، يعني وين نوصل لعبر نكملوا كامل المكونات يعني السكر والزيت. راح ندير رشه تاع الملح للبيض باش تعدل لنا هذاك الذوق، وندير كيس تاع لافاني، وندير مبشور القارص ولا مبشور الليمون. انا لهنا كان عندي في المجمد، يعني راني مجداته ودايرته في المجمد. المهم حبيباتي، بالنسبه لي عندها القارص جديد تقدر دير يعني عصره تاع قارص في الخليط هذا وتكمل تخلط. المهم حبيباتي راح نخلط لهنا كامل الخليط حتى نحسوا هذاك البيض والسكر يعني داب كامل في هذاك البيض. تخلطوا مليح 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 حتى وين تشوفوا هذاك الخليط غير اللون تاعه والسكر كامل داب. لهنا حبيباتي راح نجيب تاني كاس الا ربع ولا ناقص اصبع نتاع الزيت. كما نعرفوا كامل يعني حلوة الطابع حلوة تقليدية، حلوة قديمة كامل، يعني يديروها كامل اجدادنا قبل بكري، يعني يديروها بالكيلة. قعدت يعني الوصفة الأصلية الحقيقية تاع بكري، يعني قعدت بالكيلة. كاين اللي يديروا فيها بعض التغييرات، ولكن أنا ندير الوصفة التقليدية العادية. لهنا كما تشوفوا فيا الخليط حبيباتي، شوفوا الزيت راني ندير فيه تدريجيا حتى وين يدخل كامل في هذاك البيض والسكر. شوفوا ما يبقاش كامل يبان، نديروها على شكل خيط يعني بشويه بشويه بشويه، ونكبوا الزيت حتى وين يكمل كامل يعني الكاس ولا الكيله تاعنا. لهنا بعد ما امتزج لي الخليط شوفوا كيفاش راه الخليط تاعي، يعني راه مخلط مليح 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 كلش، يعني راه دايب السكر دايب الخليط الزيت يعني دخلتها مليح. راح نجيب كاس الاول تاع الفرينه، اكيد تكون مغربله ومهويه من قبل. ولهنا كنت حطيت كيس تاع خميره الحلوى ما يعادل 10 غرام. شوفوا راح لي برك المقطع وتصورتها لكم. كيس تاع خميره الحلوى كل زوج حبات تاع بيض ديروا لهم كيس خميره حلوى ما يعادل 10 غرام. وراح نلم الخليط حبيباتي بيدي، يعني زدت الكاس الثاني تاع الفرينه وراح نخلط ونقول لكم كامل شحال دات لي الفرينه. لهنا مازال الخليط يعني تحسوا يلتصق بزاف في اليد، ثم لهنا راح نزيد الكاس الثالث. شوفوا ما درتهاش كامل، يعني درت نصف الاول عفوا. ثم هنا راني حاطه زوج كيسان ونص، وراح نزيد شويه البنات حتى وين تتجمع لي مليح، تقعد يعني شويه تلتصق في اليد ماشي بزاف. المهم حبيباتي ككل يعني الفرينه دات لي 3 كيسان الا ربع. تقدر ديرلكم 3 كيسان كاملين على حسب حجم البيض تاعكم، كيما تقدر تديلكم 3 كيسان وملعقه ولا 3 كيسان وزوج ملاعق، على حسب نوعيه الفرينه، ثاني على حسب الكميه تاع البيض. يعني كاين اللي البيض حجم تاع البيض تاعها كبير وكاين اللي صغير. المهم لهنا باش تعرفوا القوام تاع العجينه غسلوا يديكم كامل ولا ديروا باليد اللي تكون ناشفه. لهنا تخلوها ترتاح ربع ساعه ولا نصف ساعه على الاقل. هنا البنات انا خليتها ارتاحت 10 دقائق فقط يعني، وبديت نخدم فيها. شوفوا تجيبوا تحلوها يعني ما تحلوهاش كامل رقيقه، غير هكا سولها السطح تاعها. وهذه يعني زوج حبات بيض اصغر كيلو راح تقطع لكم كميه ما شاء الله. اللي بغات يعني دير كونتيتي صغيره ولا اللي بغات تتعلم ولا اللي اول مره تجربها يعني تجرب هذه الكميه. لهنا حبيباتي جيبوا الطابع اللي تطبعوا به، من الافضل يعني يكون شويه صغير ما يكونش كبير بزاف باش تجيكم هذيك الحلوى ثاني طالعه ومشقه شويه. حبيباتي لهنا كل ما تطبعوا يعني الحبه تغطسوا هذاك المول تاعكم شويه تاع الفرينه وتطبعوا به عادي باش ما يلصق لكمش في العجين. كما نعرفوا العجينه راهي شويه تلتصق في اليد. انا لهنا الطريقه اللي راني معتمدتها، كل ما نطبع يعني نزيد لما هذيك الحواف تاع العجين لمهم غير ثم حدا بعضهم، يعني باش ما نعاودش نزيد الفرينه ونعجن هذيك العجينه. لمهم كما تشوفوا غير ثم ونبدا نطبع في الحبات باش ما نخليش كامل هذوك اللي شيت. كملوا كامل الحبات. لهنا زوج حبات على البيض كانت قطعه لسانيه ما شاء الله معمره. كما تشوفوا لهنا درت زوج انواع، يعني الشكل الاول شكل القلب والشكل الثاني هذا الدائري. لهنا هذوك لي شوت كيما بقاو لي يعني الزوائد تاع العجين كنت درتهم هكا حربوش صغير وشكلتهم هكا، والزيت
نزيد نطبع يعني الحبات اللي بقاو لي هكا ونلم فيهم حتى وين نكمل كامل الحبات. ولهنا نصيحة للبنات، غير بديت نطبع في الحبات يعني شعلت الفرن على اعلى درجة، غير تبدو تشكلوا في العجينة وتخلوها ترتاح يعني تشعلوا الفرن تاعكم. لازم حلوة الطابع طيب في فرن عالي، يعني تكون درجة الحرارة تاعه عالية ويكون يسخن من قبل. لهنا نجيب الصفار بيضة نديرلها شوية تاع لافاني ونمسح كامل الحبات تاع حلوة الطابع تاعي من الفوق، يعني في الوجه فقط نمسحوهم كامل بصفار البيض. والتزيين يبقى اختياري، تقدروا ديروا شويه تاع السكر كما كانوا يديروا بكري، ولا تقدروا ديروا شويه تاع الفيرميسار. تخلوها غير هكا سامبل يعني تجي صراحه تاني شابه، راح تتنفخ عفوا وراح تتشقق. هنا في هاد المده تاع الصينيه بعد ما تطبعوا خلوها على الاقل 5 دقائق حبيباتي. شوفوا تطلق روحها شويه، هذيك حلوه الطابع وكامل باش كي تدخلوها الفرن يكون ساخن راح تطلع معكم وتتشقق. المهم انا حبيباتي قلت لكم درتها وقت اعداد القهوه فقط، درتها في المساء بديتها درتها وقت القهوه يعني تمتم طيبتها جات ما شاء الله وتشقت، يعني راهي ناجحه وصفه ناجحه من اول استعمال. اتمنى ان شاء الله كامل تجربوها وتخلوا لي ارائكم في التعاليق. لهنا بعد ما طابت حبيباتي من التحت شعلت لها غير شويه هكا من الفوق باش نتحصلوا على هذا اللون الذهبي، يعني الصراحه تجي بزاف بنينه، تجي مشقة حبيباتي، والأهم منها أنها تقعد مدة طويلة، تقعد طرية يعني في طراوتها تجي ما شاء الله. نتمنى إن شاء الله كامل تجربوها أكيد حبيباتي. قبل هذا يعني راح نقسم معكم حبة وتشوفوا القوام تاعها. لهنا شوفوا يعني الحبة جاو كامل كيف كيف مشقين طالعين ما شاء الله. اللي تبغيها مشقة أكثر حبيباتي تخليها يعني مدة في الثلاجة ولا مدة نصف ساعة، يعني قبل ما تبدا تشكل فيها وتطبع فيها. شوفوا حبيباتي القوام تاعها ما شاء الله طريه تقولوا عليها مسكوتشو. شوفوا كي تجي يعني طريه طراوتها ما شاء الله، تقدروا تخدموها المشاريع ولا تخدموها يعني للدار. شوفوا كيفاه مشقه وتجي بنينه فيها هذيك النكهه تاع القارص ولا تاع مبشور الليمون، صراحه شاهين. نتمنى ان شاء الله كامل تجربوها خياتي وتخلوا لي ارائكم في التعاليق كما العاده. اي وصفه من الوصفات جربوها خليوا لي ارائكم لتحت اسفل الفيديو.